وقف وقف وقف. خير خير، شو في؟ في حاجز بآخر الشارع. هو لك هذا حاجز موسيقي يا زلمة؟ حاجز موسيقي؟ ايه حاجز موسيقي عملوه شباب، حاجز باند. شو هاد يعني؟ هدول فرقة موسيقية حمصية، بما انه حمصية ومن العاصمة تبعهم بيعملوا حواجز وين ما بدهم وكيف ما بدهم. ايه إذا هيك بسيطة، روح على الحاجز وخليهم يسمعونا وفيها حلقة اليوم. أهلا بكل المستمعين، شكرا لاختياركم محطتنا. إذاعتنا ما فيها أخبار وإعلانات وما بتشبه بقية الإذاعات. إرسالنا عالموجة الجديدة، مركزنا هو الأرض، وما عنا تردد رح نبدأ فوراً بالعرض. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بالحلقة السادسة من الفن بثورتنا الكبيرة. اليوم ضيفنا من الجولان المحتل، ضيفنا فيه ريحة وطعم التفاح والزيتون الجولاني. سمى فرقته باسم نص تفاحة. هلأ صحيح الاسم غريب شوي إنه نص تفاحة، من شان هيك ولحتى نتعرف أكتر ونسأل شوية أسئلة سجلنا لقاء مع مؤسس الفرقة مضاء مغربي ابن الجولان وبقعاثة والمغني وعازف العود، وسجلنا معه دردشة صغيرة عبر السكايب. يا رباهي يا رباهي يا رباهي، خلاص أحسن لك أو خفف كلام، خلاص أحسن لك أو خفف كلام. لو فكرت تزيد الحكي نعرف كيف نذلك، خلاص يا رباهي يا رباهي. مرحبا، يا هلا. كيفك؟ تمام، كيفك ديما؟ تمام. مضاء من الجولان، وحضرتك مؤسس فرقة نص تفاحة. فيك تحكي لي شوي عن مضاء المغربي بعيدا عن الثورة؟ الواقع بالسنين الأخيرة يمكن صعب أي سوري يعني يحكي عن نفسه بدون ما يكون حضور اللي عم يصير بالبلد موجود بخلفية حديثه. ولكن أنا مضاء المغربي من الجولان المحتل، من قرية بقعاثة. دخلت دمشق أول مرة كان عمري 18 سنة ب 99 2000. كانت دراستي الجامعية بدمشق، وبعدها رجعت للجولان عملي طبيب أسنان. وبالموسيقى عندي تجربة نص تفاحة اللي بعد بداية الثورة بلشت أشتغل عليها. مضاء نص تفاحة يعني اسم غريب، إنه ليش تفاحة وليش نص؟ فيك تقلنا ليش سميتها هالاسم الفرقة تبعك؟ اخترت نص تفاحة حقيقة لأنه أولا أغراني السؤال، يعني الأشياء المكتملة غالبا هي أشياء مقيتة، والأشياء التي لا تحمل سؤال هي أشياء ثابتة جامدة. ولكن السؤال بأي تسمية أو بأي شيء بتهيألي هو المحرض الأساسي للحياة يعني بالعموم. فأغراني السؤال بتسمية نص تفاحة. والنصف تفاحتنا هي فعلا نص، يعني مش تفاحة كاملة، لأنه في نصف آخر شاركوا على أكله نظام ديكتاتوري ببلد أنت بقيتي تحت الاحتلال 40 سنة، ما سأل عنك ولا بأي طريقة إلا يعني بنوع من رفع العتب. ومن الجانب الآخر احتلال مشروع صهيوني بالمنطقة. أيضا أنت كحدا عادي أو مواطن إنسان بسيط موجودة عم تتأثري بتبعات هذا الاحتلال وموجودة تحت حكمه. فالاثنين عمليا شاركوا على أكل نصف التفاحة الآخر يعني. شو أقرب غنية إلك وليش؟ الواقع أقرب أغنية هي محل صغير ومسكر، لأنه ببساطة الحياة كانت أجمل بهذيك الفترة. والحماس للثورة ببداياتها وخروج خروج الشعب للشوارع بهي الطريقة يعني من الصعب وصفها. كل هذه الجرأة، كل هذه الشجاعة، كل هذا يعني أنا عشت في دمشق 7 سنين. كان من الصعب علي أتخيل كيف ممكن شخص يمتلك الجرأة
ويقوم يصرخ ويقول لا في وجه هكذا سلطة يعني. فالشيء اللي كان عم بيصير بالبلد بالفترة اللي عملنا فيها محل صغير ومسكر كان عن جد بيخلي الدم يغلي، والرقي بطرح المفاهيم، والرقي بالاحتجاج، والرقي بالغناء للأشخاص اللي استشهدوا، والرقي في كل شيء يعني. وهذه الحالة من المحبة الجماعية اللي بتشعري أنت بفترتها وكأنه كل سوري هو يعني أخوك، وأي حواجز وكأنه صارت غير موجودة بينك وبينه، كونكم كنتوا عشتوا بتحت نفس الظروف لمدة 40 سنة وموجودين اليوم من أجل هدف واحد اللي اسمه حرية. فكانت الأمور بالفترة اللي كتبت فيها محل صغير ومسكر، وأنا شخص بعيد عن البلد يعني عمليا، صح أنا بسوريا بأرض محتلة ولكن بعيدين عن الحدث اليومي، ولكن رغم هيك كانت الشحنة قادرة على الوصول بشكل فظيع أو بشكل خاطف. فالفترة كلها على بعضها كانت أجمل، والأغنية نفسها شعرت بأنه وفقت يعني بالخيارات، إذا كان توزيع أو إذا كان بطرحها أو إذا كان بالفيديو اللي رافق الأغنية. فاجتمعت مجموعة من الظروف بالفترة اللي طلعت فيها محل صغير ومسكر اللي خلتها بالنسبة لي على الأقل حاليا هي أقرب أغنية لقلبي، ويمكن لأنها بتذكرني بتلك الفترة اللي بتمنى يعني انه نستعيد الحماس والطاقه والاتجاه مثل ما كنا بفتره ما نزلنا الاغنيه. طيب رح نطلع فاصل صغير ونسمع الغنية ونرجع. اوكي. مدري بالمساكن مدري بالصالحين، مدري بالطبالي أو سوق الحمدي، مدري بالمساكن مدري بالصالحين، مدري بالطبالي أو سوق الحمدي. في حدا كان عنده محل صغير ومسكر، مشارك بإضراب بكرة لما أولاده يكبروا بيخبر أبوكن شارك بالإضراب. كان عنده محل صغير ومسكر مشارك بالإضراب، كان عنده محل صغير ومسكر مشارك بالإضراب. كان عنده محل صغير ومسكر مشارك بالإضراب، كان عنده محل صغير ومسكر مشارك بالإضراب. سكر باب المحل فتح للحرية ابواب، سكر باب المحل فتح للحرية ابواب، سكر باب المحل فتح للحرية ابواب، سكر باب المحل فتح للحرية ابواب. يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية، بالإضراب وبالعصيان والصرخة بوجه الطغيان، بالإضراب وبالعصيان والصرخة بوجه الطغيان. ثورتنا ثورة إنسان الصوت بوجه الروسية. يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية يا محلاها الحرية. والسلام عليكم. أوكي مضاء، منكمل. مضاء، حابة أخذ منك صورة بانورامية لسوريا من 15/3/2011 لهي اللحظة. الواقع صعب توصيف بهي العجالة الوضع من 15/3 لليوم، لكن أنا بشوف هذا الطائر يحليق ب 15/3 رغم الكسور اللي حصلت يعني بأجنحته بهدول 3 سنين، لازال مصر على الاستمرار بالطيران. الواقع يمكن تمرق براس الشخص مشاهد مهمة جدا بكل مرحلة، يمكن هيك بيترتب عقل الإنسان أو أنا على الأقل. مثلا في المشاهد الأولى أنا المشاهد الرقص بالشوارع، المشاهد الاحتجاجات والهتافات المبدعة يعني اللي طلعت بالشوارع بالبداية كانت هي مرحلة وأجمل مرحلة حكينا عنها من شوي. بعدين دخول البلد يعني أو دخول أو تسلح الثورة، طبعا اضطرار الثورة للتسلح لظروف واضحة بتهيألي للجميع خلى الأشياء كمان تنخلط، لأنه نحن مجتمع طويل عريض، مجتمع طويل عريض في الجيد وفي السيء وفي حرامي وفي الشخص اللي بده يستغل الظرف والى اخره. ودخول السلاح وعدم وعدم القدره وعدم ليس هناك امكانيه لضبط الامور مع دخول السلاح على البلد
بتهيألي بلشنا شوي أكثر نشعر بالألم والوجع أكثر بثورتنا أو ببلدنا، بالبلد بشكل عام. بعدين براسي صور كثير، صور الدمار، صور كل هي العمارات والبنايات والبيوت اللي عم تنزل، وهذا الغبار والناس اللي عم ينزحوا. يعني مشاهد لا يكاد يصدقها العقل. يعني إذا كنا نشوفك بفيلم أو نحضر عن تهجير الفلسطينيين، يعني مشاهد ونقول يعني يا لطيف كيف حصل هذا التهجير. وبالمناسبة بكرة ذكرى النكبة بفلسطين المحتلة، فبتهيألي مهم ننوه هذا الموضوع. ولكن يعني للأسف المشاهد اللي شفناها بالثلاث سنين الأخيرات بتهيألي إنها فاقت حتى نكبة الفلسطينيين. يعني وقلة الحيلة أنا كشخص كشخص ابن الأرض المحتلة، قلة الحيلة أمام كل شيء عم يصير، قلة حيلة الناس أصلاً يمكن الموجودين جوا أمام الشيء اللي عم يصير. عم ينحكى عن ملايين النازحين ومئات ألاف الشهداء ومئات ألاف الأسرى ومئات ألاف يعني وضع الفرد كشخص بتهيألي غير قادر على احتمال كل هذا الحجم من الألم. مضاء، نحكي عن غنية الحلم المال حدودي، تحكي لنا عنها، هي الندبة الحورانية. سوريا الحلم المال حدودي هو نديب، اللي هو غناء شعب، أو يسمى نديب أصلا، لا يسمى غناء، بمنطقة الجولان مش بمنطقة حوران الواقع. هو التراث متشابه جدا، يعني تراث متشابه جدا بمناطقنا. لكن التيمة الأساسية اللي أخذتها بأغنية سوريا الحلم المال حدودي، التيمة عند يا عين هلي بالدموع جودي عبو الكرم والسيف والبارودي. هذا اللحن بالتحديد قيل بالجولان، يعني بمنطقة الجولان، وبالتحديد كان بوفاة المجاهد أسعد كنج أبو صالح اللي هو قائد الثورة السورية الكبرى بإقليم البلان. كثافة الموت بسوريا خلت هذا التراث يرجع يحضر براسي من أول وجديد. كتبت جزء كبير من كلام الأغنية، أو الأغلب أنا كتبته، بس أخذت المقطعين أو أكثر من التراث، واستعنت بمجموعة الكورال حتى اللي غنت معي هن أشخاص مش محترفين. حبيت إنه تظل بسلقتها نوعا ما قدر الإمكان وبدون أي آلة موسيقية، لأنه بيتهيألي هيك ممكن يكون قريب أكثر من نقل هذا التراث بنوع من الأمانة. يعني انتشر الأغنية كمان واقع ورفعها صوت الفنان سهير شقير. شو عم تحضر مضاء لقدام؟ حاليا في اليوم كنت باستوديو عم نسجل قصيدة لياسر خنجر، شاعر ياسر خنجر، هو من الجولان، من قصيدة له اسمها ولادة. طبعا بعد يعني إعداد القصيدة بشكل معين بالاتفاق معه، في بعدين كمان قصيدة أخرى، وفي مجموعة اللي المفروض نرجع نسجل يعني بتواتر أسرع شوي من الفترة السابقة. شو رأيك بالفن اللي بثورتنا؟ الفن بالثورة بيتهيألي يمكن في تجارب لامعة طلعت، تجارب قديمة جديدة. يعني أكبر مثال تجربة سميح شقير بالموضوع اللي كان وكأنه مفتاح أو بداية. وعلى صعيد الموسيقى شفنا كثير فرق، يعني دب السوري، وائل قاق اشتغل شغل جميل جدا. كونه الثورة طرحت أسئلة كثير جديدة، ومجرد تفاعل مع الثورة يدعو الشخص يعني يمكن ثورة داخلية بداخله. وهيك الفن بيتهيألي الفن هو عبارة عن مجموعة من التناقضات، فلما تشوفي أنت كل شيء أمامك يعني بأقصى حدته، هذا الشيء من الطبيعي إنه ينتج فن. مضاء، هلأ بالأخير بدي رسالة من قلبك لسوريا، شو رح تحكي لنا؟ بصراحة أقل بكثير من إنه أقوم بتوجيه رسالة لأشخاص موجودين بهاي الملحمة اللي موجودة بسوريا. أنا كل ما أستطيعه هو الانتظار والمراقبة والغناء قليلا، يعني أكثر من هيك عن جد بخجل إني أوجه أي رسالة لأي حدا موجود بالبلد. شكرا كثير لك، ورح نلتقي أكيد، والأمل موجود دائما، ولو ما الأمل شو بتنكسر الأرواح. تماما، هلأ كنا عم نحكي بهي السيرة إنه في أمل وفي شيء حلو جاي. أكيد بدون أدنى شك، الحياة أقوى من كل شيء، لا يمكن يستمر الوضع بسواده، والجاي أحسن بكل حدا سوري موجود وعنده رغبة بالحياة. تماما، شكرا مضاء. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. اشطر بتنار بوش الناس الأحرار، لو ما كنت خايف ليش القناص اللي معبر صاص ونار عالسطوح البيوت واقف.
ضرب النار بوش الناس الأحرار. لو ما كنت خايف ليش القناص اللي معبر رصاص ونار عسطوح البيوت واقف. وهون مستمعينا نوصل لختام حلقة السادسة من الفن بثورتنا الكبيرة. وطبعا فيكن تتابعوا مضاء وفرقته نص تفاحة على الفيسبوك على صفحة نص تفاحة. الشكر الكبير لمضاء وأغاني. كان معكم شباب حاجز باند بالإعداد. أنا ديما السيد من وراء المايك. سلام إلكم من بلد السلام والفن والحضارة سوريا. يا عين اللي بالدموع وجودي عابوا الكرم والسيف والبارودي. يم البس ثياب الحداد السودي. يا عين اللي بالدموع وجودي يا اختي اعذريني ما ردت اجي بكفن. دهري رماني بجور ماله حدودي. يم البس ثياب الحداد السودي. يا عين اللي بالدموع وجودي. يا حوينتك يا خيي ويا عمر الورد قبل الوقت تذبل عيون السودي. وجوانحك مثل النسر وسع المدى. وجه الرادة بعيونك مرجورودي. رايح أنا وتارك وطن قلبي ساكن. زيح الحزن لابد بكرة نعودي. يم البس ثياب